اليوم احنا بحاجة إلى أن يكون هناك نوع من التفرق. إذا لم نستطع أن نحقق هذا التفرق فإحنا محتاجين إلى أن يكون هناك نوع من الخصخصة. على الأقل نبدأ بخصخصة كرة القدم في الأندية. ينزعج البعض من رؤساء الأندية أو من مجالس إدارات الأندية خوفا على مناصبهم وكراسيهم في ناديهم. احنا نقول إن خصخصة كرة القدم ويبغى النادي وتبغون أنتم رؤساء النادي، لكن كرة القدم نخصصها عن طريق شركات. تجي أي شركة مقتدرة تأخذ نشاط كرة القدم تصرف عليه من الألف للياء، سواء بالملاعب أو الإداريين أو الفنيين أو الجهاز الطبي والجهاز الفني، وبالتالي راح نشوف شلون كرة القدم راح تتطور. والنادي أنتم من تديرونه، النادي أنتم من مسؤولين عنه، لكن خلينا نجرب خصخصة كرة القدم على الأقل. نرجع إلى نقطة البداية. مهما حطيت من قياديين ومن أصحاب الكفاءات ومن أصحاب الخبرات الرياضيين في هيئة الشباب والرياضة، طالما أن هيئة الشباب والرياضة تتبع للنهج الحكومي، تتبع الفكر الحكومي في إدارة الرياضة، فلن تتقدم. اليوم ما لم تكن هذه الهيئة مستقلة بقراراتها بميزانياتها بجهازها الإداري بجهازها الفني، وتكون تبعيتها لرئيس الوزراء مثلا أو تبعيتها لسمو ولي العهد، ما لم تكن هذه مستقلة استقلال تام تخطط وتنفذ حيثما ترى الصح، فلن تتقدم. مهما جبت لهم من رياضيين ومهما حطيت فيهم من كفاءات، دام انهم يمشون ضمن البروسيجر الحكومي ضمن التسلسل الحكومي، فلن تنجح أي هيئة ما